كثير اجاني تعليقات من وين نشتريها للمنفعة تبع الجبنة ومن وين نجيبها. هذا كتف خروف الكيلو 10.99 يعني ب 11 باوند. عندنا هنيك بالسوبر ماركت الموجودة عندنا بمنطقتنا حقها باوندين وربع. هلا هون شوف قد ايه حقها 5.99 يعني 6 باوند حقها. صباح الخير، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا اليوم يمكن راح تستغربوا، انا اليوم ان شاء الله طالع على منطقة قريبة من بيتي بتبيع اشياء هيك للبيت، يعني اشياء يعني حلال، لانه المنطقة اللي انا ساكن فيها ما فيها انه اكل حلال. يعني طبعا ماني رايح اشتري يعني اغراض كاملة للبيت. هلا اغراض كاملة للبيت بطلع على لندن، في محلات هنيك سوريين، في عندهم شغلات سورية يعني. بس هاي المنطقة اللي طالع عليها أنا هي أتراك، يعني في محلات أتراك، في عندهم شغلات يعني نحتاجها نحن. أنا كل فترة بطلع باخذ من عندهم. هلا تقريبا شو كانت حلوة الليالي والهوى يبقى ناطرنا، وتجي تلاقيني وياخدنا بعيد هدير المي والليل. هلا وصلنا على المنطقة اللي رح نجيب منها. طبعا بعيد عن أهلي، تكون ربع ساعة 3 ساعة بالسيارة. هي أولا هلا رح نصف السيارة بالباركينج وراح نروح على المحلات. هي وصلنا، هي كل المحلات أتراك. هذا محل بيع خضرة، he's in class. هلا هون رح ناخذ باذنجان. هون كاتبين الباذنجان 2 ب 1 باوند، الوحدة ب 69 بي. رح ناخذ باذنجان، ناخذ 4. رح ناخذ 4 باذنجانات. شوف بدنا ناخذ 6 من جوا. طبعا الاسعار هون عند الاتراك طبعا اسعار مو سياحية، اكثر من السياحية بشوي، لانه كله عندهم بدهم يربحوا مو دبل 10 ادبال لحتى يكونوا هيك مبسوطين. رح ناخذ راس يخنة كمان، لانه هي اليخنة ما موجودة عنا بالمنطقة اللي نحن فيها. في عنا من الصغيرة مو ظريفة، تيجي سميكة كتير. رح نلاقيهم تازة يكونوا اللي تحت. رح اخذ كمان بندورة، لانه هي البندورة بتجي تقريبا بتشبه البندورة اللي عنا هون. طبعا اغلب الخضرة الموجودة هون كلها بلاستيكي. طبعا يعني بتشوفوا منظرها، بس كطعمة ما أنا ظريفة بصراحة. هدول اشتريناهم محل خضرة، طلع حقهم تقريبا 13 باوند، تقريبا 17 دولار يمكن هيك شيء. هلا هي المحل الثاني،
هذا بيبيع مواد غذائية. Can I put this bag here after showing a ticket? لهون في عنده خضرة هذا، بس هذاك المحل الخضرة أفضل من هذا. هذا بيبيع مواد غذائية كمان. هاي سبانخ سلام. راح اخذ هذا المخلل خيار، بس هذا بحطوا معه توم وبحطوا معه فليفله وبحطوا نكهته معنا طيبه مثل السوري يعني طبعا اللي عنا. هي ادوات المنزليه عندهم. هي الفخار، شوفوا هدول فخار بدي حقها 6 باوند و59 بي، يعني تقريبا بيقولوا تقريبا بالعشرة إلا $10 إلا يعني. طبعا الأسعار عندهم هون دائما سياحية، يعني مو سياحية، أكثر من سياحية بشوي، لأنه إذا بتوصلون على التيمو أو على الإيباي بتلاقون رخاص، بس عندهم هون لا غالي. نشوف هذا الصحن، هذا حلو كأنه. تعال هذا الصحن، شوف هذا كمان. هاخد هاي مشان ما ينكسر، بس احطه بالكيس. راح اخذ هذا فليف لحد. هي انا والله من عشاق الحد، بحب كل الاكل يكون حد. وهذا قسم الالبان والاجبان كمان. طلعوا هون هلا هون هي المنفحه تبع الجبنه. كثير اجاني تعليقات من وين نشتريها للمنفحه تبع الجبنه ومن وين نجيبها. هي شايفين هاي في نوعين منها موجوده هون هاي السوبر ماركت. ما بعرف الدول العربيه وين موجوده كمان، ما بعرف بالضبط، بس كمان في محلات الاجبان يعني بيدلوكم عليها وين. هلا هون طبعا يعني صار نازل شريط الكنافة. هي محمصة جاهزة للشوكولات، دبي شوكولات. هاي الشريط تبع الكنافة، بس كأنها شوي قديمة هي، ما بعرف. على كل حال ما راح اخذ انا هلا، بدي اخذ لقدام، راح اسوي لكم فيديو ان شاء الله. الجيلي طبعا من هون، الجيلي يعني هون هذا هون عندهم حلال، لأنه المحلات الأجنبية بحطوا فيه جيلاتين، فيه دهن خنزير. أخذ 100 فرخة من هذا، يمكن بلندن ما لاقي منه، هذا نوعيته كتير منيحة. راح أخذ 2. وهذا قسم اللحومات. والله شايف طلع كيف السودا عنده قديمة. بدي اخذ سودا والله، سودا غنم او سودا دجاج، بس مو ظريفة، ما عجبتني. هي الروس طلعوا كيف الروس هون بيقشروها من الجلد تبعها، بس بيخلوا من جوا يعني الراس من دون الجلد الخارجي. وهي مقادم عجل لطيف. هذا كتف خروف الكيلو 10.99 يعني ب 11 باوند، تقريبا $15 يعني هذا الكيلو، بس ظريف باين عليه. بس انا ما باخذ لحمتي من هون. راح اخذ هي الفليفله المطحونه، وراح اخذ قرفه كمان، راح اخذ نعناع كمان. هدول كلهم محتاجهم انا هلا. شو بدي كمان؟ راح اخذ بابريكا بين عليها لانه لونها عجبني، ظريفه بتحسوها. هلا انا راح اخذ هدول شوي شوي شوي، بدي اجربهم بصراحه. اذا هي برجع باخذ يعني انه يكون كياس، بلاقي بدور بلاقي كياس اكبر يعني وزن اكثر.
هلا خلصنا بهذا المحل، اخذنا الاغراض. ما بعرف اذا سمعانين منيح كمان من صوت السيارات والهواء برا. وهلا بدي اروح محل تاني. طبعا طلع حقهم هدول 21 باوند، تقريبا شي $30. اي وقت اول ما اجيب الاولاد من المدرسه، لانه هون عندنا بدك تجيب ابنك من المدرسه، انت بدك توصله وانت بدك تاخذه. ممنوع انه حدا ياخذ ابنك غير انت. او مثلا اذا مثلا بتكون في عندك كلمه سر يعني هون بتعطيها للاداره، وهن طبعا مثلا اذا اجى حدا غيرك بده ياخذ الاولاد بيقول لهم كلمه السر لحتى يعطوه اياهم. وهذا كمان في محل فوت عليه. طبعا في محلات كتير هون، يعني مو انه بس المحلين ثلاثه، بس طبعا هدول يعني شيء انا اللي جيت عليهم. هاي هيك قسم الخضار هون. هاي هون بوكس البندورة، هذا هو بوكس البندورة شايفينه، هذا 19.99 يعني 20 باوند. بوكس البندورة هذا فيه 4 كيلو تقريبا او 5 كيلو، يعني مو كتير. يعني شوفوا الاسعار بس لورجيكم كيف. تقريبا هذا $30 يعني $27 هيك شيء. طبعا يعني اذا كنتوا تشتروا لحمة تقريبا يعني نفس سعر اللحمة. طبعا محلات الانجليز الخضرة بتضلها ارخص، حتى مو الخضرة. هلا بتشوفوا مثلا هون شغلة مثلا حقها مثلا 3 باوند، بتروح على المحل الانجليزي السوبر ماركت الانجليز بتلاقيها بباوند، ومع انه هذيك اجنبية كمان يعني مو انه هي. بس سبحان الله في ناس كثير هون عنا متعودين على المنتجات التركية او العربية، بقول لك خلص بنعرف نطبخها هي. مع انه انا لاحظت والله انه المنتجات الانجليزية تيجي اصلية اكثر. هلا شوفوا مثلا هون هي الكاكاو بودرة، يعني هي انجليزية. هي عنا هنيك في السوبر ماركت الموجودة عنا منطقتنا حقها $2.25. هلا هون شوفوا قد ايه حقها 5.99 يعني 6 باوند حقها. يعني شوفوا كم ضعف، يعني مع انه نحن بنفس المنطقة، يعني ما بعد عن مكاننا ربع ساعة. بس هون عنا بريطانيا بشكل عام ما في تسعيرة. كل محل هو بيحط الاسعار وانتو بشطارتك، يعني كل محل ما رخص سعره كل ما الزباين اجت لعنده اكثر لحاله، ما في تسعيره موحده. هلا هذا هون قسم اللحوم. هلا هذا ارخص، هذاك عنده كان الكتف ب 11، لهون هذا ب10. كل محل بيختلف عن الثاني، يعني ما الأسعار بتختلف بشكل عام. نشوف إذا عنده هذا سودا ظريفة، كأنها ظريفة هي السودا. إيه ظريفة هي، ماني عارفان آخذ سودا دجاج أو سودا غنم. ممكن آخذها وصورها كمان تشوفوا عندي على القناة. Can I have 1 kilo chicken liver please? هاي كل اللحوم هون حلال، شايفين الدجاج حلال هذا. No thank you. Thank you. بصراحة أنا كل جيت لهون مشان هذا دبس الفليفلة، بس جاي اشتري هذا لأنه مو بقيان عندي بالبيت. وبصراحة أنا بحطه على كثير طبخ. طبعا الدبس الفليفلة التركي كثير أظرف من العربي، لأنه ما بعرف كأنه التراك مشهورين بالفليفلة، بحطوا أكثر الطبخ اللي عندهم بضيفوا له فليفلة. هلا هو هذا بيعطي نكهة طيبة كثير على الطبخ بكون الصراحة يعني. طبعا أخذت هون شاي، هذا الشاي كثير نوعيته منيحة. الشاي تركي يعني قريب من الشاي العربي، حتى يعني تحسوا إنه أظرف كمان من بعض أنواع الشاي.
خلصنا هيك من هون، وراح اروح على البيت. او قبل ما اروح على البيت بدي اروح اشرب قهوه، لانه بدي اروح على البيت بعدها بدي اروح اجيب الاولاد من المدرسه. يكون صار الساعه 3، بدي اجيب 3 ونص. هلا انا بروح على مدرستين، يعني بروح اجيب ابني من المدرسه وبرجع بروح اجيب بناتي من مدرسه ثانيه. وراح نروح على القهوه هلا وبنحكي لك ان شاء الله. flat white. ثانك يو. هلا وصلنا على الكافيه وطلبنا هيزلنت لاتيه، عندي فلات وايت. هي يعني لاتيه بالبندق. طبعا هي الكافيه هون عنا مو مثل الدول العربية. هلا هون هذا بس كافيه، يعني ما في أراجيل وشو اسمه وعالم تدخن بقلب الكافيه. هون ممنوع التدخين، ممنوع الأراجيل. هلا هن هون عندهم الإنجليز هي من أحد الطقوس تبعهم، يعني إنه كتير شائع يعني عندهم هاي الكافيه. يعني الصبح أغلبهم يعني لازم ينزلوا على الكافيه ويشربوا كافيه، وبياكلوا مثلا مع في كافيه بالنسبة بريكفاست، يعني فطور. عندهم هن مشهورين بالفطور، يعني بيفطروا. بس يعني شو فطور تبعهم؟ فطور قطعة كيك مثلا، في منهم يعني بنزلوا فطور مثلا يفطروا فاصوليا حب الصبح. والله يفطروا فاصوليا حب وسوسج، وفي منهم يعني وبيض مقلي. طبعا مو مثلنا، يعني بيختلف تماما الفطور عندهم. طبعا احنا خلصنا من التسوق، جبنا الاغراض تقريبا طلع حقهم 70 باوند، $100 تقريبا. طبعا هاي ما بدي شيء انا، على فكره كنت رايح بس اجيب شغله واحده، وقلت بدي اعمل فتله هيك وبورجيكم معي. يعني حبيت والله ارجيكم يعني الاسواق عنا هيك، قلت حالي تتسلوا. وبتركيا كانت الاسعار يعني مو رخيصه، بس ارخص من عنا من هون. بس القعدة بالكافي عندهم كتير حلوة هون الصراحة. يعني طب هاي الكافي مثلا اللي مثلا عنده شغل، مثلا اللي عنده مونتاج على اللابتوب، اللي عنده مثلا شيء على اللابتوب مثلا بيشتغلوا. طبعا اكيد سمعانين الصراحة هون. في طبعا بتيجي عائلات لهون، مو بس انه يعني بيجيبوا اولادهم صغار، وفي اصلا كراسي مخصصة للاطفال الصغيرة موجودة، وبيقعدوا بيشربوا قهوة وبيفطروا وبيصحوا حوالهم بيروحوا على بيتهم. وهلا هيك رح نكمل القهوة تبعنا، رح نشرب القهوة ورح اروح على البيت. في عندي فيديو جناحات انا امبارحة سويته، وعملت يعني تبلت الجناحات وحطيته بالبراد على اساس انه اكملكم اياه بعد 2-3 ساعات، بس ما ضل عندي وقت. رحت على الشغل وخليته لتاني يوم. هو افضل يعني اذا بقولها تاني يوم احسن، تطلع التتبيله يعني الجناحات متشربه التتبيله اكثر. هلا ان شاء الله بس روح بكمله. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، واذا حلو الفيديو عجبكم انا بعمل لكم فيديوهات لسه. يعني انا عملت لكم فيديو هاي بالمنطقه اللي موجوده عندي انا بس هون. يعني اذا بدكم بعمل فيديوهات بلندن وبورجيكم اشياء كثير حلوه. في اشياء كثير حلوه بلندن. طبعا لندن ما أنا بعيده عنا، يعني نحن ساكنين باطراف لندن، يعني جايين يعني لندن نص ساعه بعيده عني من هون، بس مو كثير. ولا تنسونا باللايك، واللي ما مشترك بالقناه بتمنى منكم تشتركوا بالقناه. يعني مو بس انه تشاهدوا الفيديو، تشتركوا كمان بالقناه وتحطوا لنا لايك وتكتبوا لنا تعليق حلو مثلكم هيك. وهلا هيك نكون خلصنا الفيديو لليوم، وبشوفكم فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.